النهاردة هنتكلم في موضوع علاجي قديم قوي يعني، بس لسه موجود وبيحصل عليه كلام كتير لحد دلوقتي، اللي هو الحجامة أو العلاج بالكؤوس. أيوه. معانا النهاردة يعني زي ملخص أو مقتطفات من مصدر متخصص، هو موسوعة العلاج بالحجامة للدكتور تامر شعبان. هنحاول كده ناخد منه الزتونة يعني. بالظبط. والكتاب ده بصراحة شامل، بيتكلم عن تاريخها وأنواعها وإزاي ممكن تكون بتأثر، والأهم بقى نقطة السلامة دي. حلو قوي. هدفنا إننا ندي صورة أوضح شوية للموضوع ده بناء على الكلام اللي في المصدر ده. ممتاز. طيب نبدأ من الأول خالص. يعني إيه هي الحجامة دي ببساطة؟ ببساطة شديدة هي طريقة علاج بتعتمد إننا بنحط كاسات، كوبايات مخصوصة، على الجلد في أماكن معينة. تمام. الكاسات دي بتعمل شفط للجلد، بتسحبه لفوق. الشفط ده بيحصل ازاي؟ يا اما يولعوا حاجه بسيطه جوه الكاس يقفلوه بسرعه فالهواء لما يبرد يشفط، او الاسهل دلوقتي بمضخات يدويه او حتى كهرباء. يعني الفكرة في الشفط نفسه. ايوه، الفكره ان الشفط او الضغط السلبي ده ليه تاثيرات علاجيه هنتكلم عليها. والموضوع ده مش جديد خالص، صح؟ يعني المصدر بيتكلم عن جذور قديمة قوي. قديمه جدا، احنا بنتكلم عن الاف السنين. المصدر بيقول انها موجوده في مصر القديمه. بجد؟ من أيام الفراعنة يعني؟ أيوة، في بردية اسمها إبرس. دي بردية طبية من حوالي 1550 قبل الميلاد، ذكرت الحجامة. كانوا بيستخدموها زمان لعلاج أمراض كتير. ياه. ويقال إن المعرفة دي اتنقلت من المصريين لليونانيين كمان. ومش بس في مصر، أنا قريت إن الصين كمان ليهم باع طويل فيها. صحيح جدا. الحجامة دي ركن أساسي في الطب الصيني التقليدي، الTCM. هم بيركزوا قوي على فكرة توازن طاقة الجسم، بيسموها تشي. تشي؟ أيوة، الكيو. فالحجامة عندهم وسيلة لتحفيز نقاط معينة، زي نقاط الوخز بالإبرة كده، عشان يعالجوا أي ركود أو خلل في الطاقة دي. مم. وكانوا بيستخدموها لحاجات زي الكحة المزمنة، وحتى بيقولوا لدغات التعبان قديماً. في كتب صينية من القرن الثالث والرابع الميلادي بتتكلم عنها. وفي مبدأ مهم عندهم اسمه تحفيز نقاط الألم أو الأشي بوينتس. طب واليونانيين القدماء عملوا بيها إيه؟ استخدموها طبعا. أبو قراط اللي منقول عليه أبو الطب الغربي كان بيوصفها في حالات معينة. أبو قراط نفسه؟ أيوة. وحتى جاليونوس الطبيب الشهير التاني استخدمها. ومن اليونان والرومان وعبر بقى الحضارات المختلفة الموضوع وصل للحضارة العربية والإسلامية. ودي نقطة المصدر مركز عليها قوي، دور الحضارة العربية والإسلامية. بالظبط، لأن ليها مكانة خاصة. المصدر بيقول إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام استخدمها بنفسه ونصح بيها. في حديث مشهور: الحجامة من خير ما تداويتم به. عليه الصلاة والسلام. وفي نقاط معينة كده ارتبطت بالسنة النبوية، زي منطقة الكاهل اللي هي بين الكتفين والأخضعين على جوانب الرقبة. سمعت عنه. وكان مبدأ الحجامة على مكان الألم ده موجود برضه. وعلماء كبار بقى زي ابن سينا في كتابه المشهور القانون في الطب اتكلم عن فوائدها لأكتر من 30 مرض، والرازي وغيرهم كتير. يعني هي رحلة طويلة عبر التاريخ والحضارات المختلفة، ووصلت للغرب كمان بعد كده. وصلت طبعا، وانتشرت في أوروبا وأمريكا خصوصا في القرن ال18 وال19. المصدر جايب اقتباسات لأطباء وعلماء غربيين وقتها كانوا بيستخدموها وبيأكدوا فوائدها. امم. ومع الوقت الأدوات نفسها اتطورت. زمان كانوا بيستخدموا قرون حيوانات مفرغة أو كاسات خشب، خيزران. قرون حيوانات؟ أيوة. وبعدين ظهرت الكاسات الزجاج، وبعدين في الصين اخترعوا طريقة الشفط بالنار دي عشان يعملوا ضغط سلبي أسرع. تطور مستمر. ودلوقتي بقى الوضع أسهل كتير بالكاسات البلاستيك والمضخات اليدوية أو الكهربائية. والمشرط اللي كان بيستخدم زمان للفصد اتطور لأجهزة الوخز الصغيرة اللي شبه القلم دي. يعني الممارسة دي لسه عايشة وبتتطور. طيب ندخل بقى على أنواع الحجامة. المصدر مقسمها تقسيمات كتير، ممكن نبسطها؟ إيه الأنواع الأساسية؟ ممكن نقسمها بشكل عملي كده ل4 فئات رئيسية حسب التكنيك. تمام. أول نوع والأشهر يمكن الحجامة الجافة dry cupping. دي مجرد إننا بنحط الكاس ونشفط الهواء ونسيبه شوية دقايق، من 5 ل 15 دقيقة مثلا. دي ما فيهاش أي دم بيخرج؟ لا خالص، مجرد شفط للجلد والعضلات اللي تحته. أوكي. النوع التاني؟ النوع التاني هو الحجامة الرطبة wet cupping أو هجامة. دي اللي فيها خطوة زيادة. اللي هي التشريط دي؟ أيوة،
بعد ما بنحط الكاس ونشفط شوية أو أحياناً قبل ما نحطه بنعمل تشريط بسيط جداً وسطحي قوي على الجلد. بسيط قد إيه يعني؟ ده اللي بيخوف ناس كتير. لا خالص، المصدر بيأكد إن التشريط ده لازم يكون سطحي جداً، يعني أقل من مليمتر واحد عمق، مجرد خدوش بسيطة. مش جروح عميقة يعني. لا طبعاً. وبعدين بنحط الكاس تاني عشان يسحب كمية بسيطة قوي من الدم الشعيري والسائل اللي بين الخلايا. كمية قد إيه تقريبا؟ كمية قليلة جداً، المصدر بيقول ممكن توصل لحد أقصى 50 مليلتر في الجلسة كلها من كل الكاسات، يعني أقل بكتير من اللي بيتاخد في كيس التبرع بالدم اللي بيكون حوالي 450 مليلتر. فرق كبير فعلا. الهدف مش سحب دم كتير، الهدف مش إخراج دم بالمعنى الحرفي، قد ما هو تحفيز معين بيحصل مع خروج الكمية البسيطة دي. فهمت. طيب إيه الأنواع التانية؟ في الحجامة بالتدليك أو المتحركة moving cupping، دي بنحط زيت على الجلد الأول، زيت زيتون أو نعناع أو أي زيت مساج، وبعدين بنستخدم كاسات وغالباً بتكون سيليكون عشان تبقى طرية، ونشفط شفطة خفيفة ونبدأ نحرك الكاس على الجلد زي مساج كده بس بالشفط. دي بتعمل إيه بقى؟ بتبقى زي مساج عميق للعضلات، بترخيها وتحسن الدورة الدموية فيها، مفيدة للتشنجات وآلام العضلات. تمام. والنوع الرابع؟ النوع الرابع ممكن نسميه الحجامة المدمجة، دي اللي بنضيف فيها تقنيات تانية مع الكاسات. زي إيه؟ يعني مثلا ممكن نحط إبرة صينية الأول وبعدين نحط الكاس فوقيها needle cupping، أو نستخدم عشبة المكسة المولعة تحت الكاس بحذر عشان نعمل تسخين hot cupping. دمج بين أكتر من طريقة. أيوة. أو ممكن كاسات فيها مغناطيس magnetic cupping، أو كاسات بتتوصل بجهاز ليزر cupping، أو حتى جهاز تحفيز كهربي زي التنز electric stimulation cupping. دي أنواع متقدمة شوية ومحتاجة خبرة وتدريب طبعاً. وفي كمان أنواع حسب المنطقة زي حجامة الوجه التجميلية بكاسات صغيرة، أو حجامة البطن، أو حجامة الرياضيين. هل قوة الشفط بتفرق بين الأنواع دي أو هي واحدة؟ لا طبعاً بتفرق. المصدر هنا بيميز بين مستويات شفط خفيف ومتوسط وقوي. وإيه الفرق بينهم؟ الشفط الخفيف ده بيكون ضغط سلبي قليل، يعني مثلا شفطة أو شفطتين بالمضخة اليدوية، ده بيكون مناسب للأطفال أو كبار السن أو الأماكن الحساسة زي الوش. منطقي. الشفط المتوسط ده اللي بنستخدمه لمعظم البالغين، بيكون آمن ومناسب لأغلب الحالات، حوالي 3 أو 4 شفطات بالمضخة. والقوي؟ القوي ده بيكون ضغط سلبي عالي، 5 شفطات أو أكتر، ده لازم يستخدم بحذر شديد ومش مناسب للأطفال وكبار السن. تمام. وفي نوع اسمه نبضي؟ أيوة، الحجامة النبضية pulsatile، دي أجهزة بتعمل شفط متغير، يعني يزيد ويقل بشكل متقطع، استخدموها في بعض الأبحاث. طيب نيجي للسؤال المهم، إيه اللي بيخلي الحجامة دي بكل أنواعها وقوتها دي يبقى ليها تأثير أصلاً؟ المصدر بيقول إيه عن آليات العمل؟ بص، دي نقطة فيها كلام كتير ونظريات مختلفة، وممكن يكون أكتر من آلية شغالة مع بعض. زي إيه أشهر النظريات دي؟ أشهر وأبسط نظرية يمكن هي نظرية بوابة الألم pain gate theory. إيه دي؟ ببساطة بتقول إن الإحساس بالضغط والشد اللي بتعمله الكاسات على الجلد بينبه ألياف عصبية معينة، الألياف الكبيرة دي. التنبيه ده بيروح للمخ أسرع من إشارات الألم اللي بتتنقل عبر ألياف أصغر. يعني زي ما بنخبط في حاجة فنفركها عشان نلوش على الألم. بالظبط كده، كأن الإحساس بالضغط ده بيقفل البوابة قدام إشارة الألم، فالمخ ما بيحسش بالألم بنفس القوة. بسيطة ومنطقية دي. في نظريات تانية؟ في نظرية اسمها نظرية مناطق الانعكاس Reflex Zone Theory. دي فكرة موجودة في ثقافات طبية كثير، بتقول إن في مناطق على الجلد مرتبطة عصبياً بأعضاء جوه الجسم. إزاي يعني؟ يعني مثلا منطقة معينة في الظهر ممكن تكون مرتبطة بالكلى أو المعدة عن طريق الأعصاب اللي طالعة من نفس مستوى الحبل الشوكي. فلما بنعمل حجامة على المنطقة الجلدية دي ممكن التأثير ينعكس على وظيفة العضو الداخلي المرتبط بيها. زي فكرة الريفلكسولوجي بتاعت القدم؟ إلى حد كبير. المصدر بيذكر مثال لمنطقة الفقرة العنقية السبعة C7 اللي بيسموها ساعات حدبة الهرمون. بيقولوا إن تحفيزها بالحجامة ممكن يأثر على بعض الوظائف الهرمونية. مثير للاهتمام. طيب هل في
تأثيرات كيميائية بتحصل تحت الكاس؟ أيوة، ودي نظرية مهمة برضو، نظرية أكسيد النيتريك Nitric Oxide Theory. أكسيد النيتريك ده بيعمل إيه؟ أكسيد النيتريك ده جزيء مهم الجسم بينتجه طبيعي، ليه وظائف كتير، منها إنه بيوسع الأوعية الدموية وبيحسن تدفق الدم، وليه تأثير مضاد للالتهاب ومسكن للألم. والحجامة بتحفزه؟ الأبحاث بتقترح إن عملية الشفط والشد على الأنسجة دي ممكن تحفز الخلايا إنها تطلق كميات أكبر من أكسيد النيتريك في المنطقة اللي تحت الكاس، وده ممكن يفسر جزء من التأثير المسكن والمضاد للالتهاب. دي كلها نظريات بتفسر التأثير الموضعي أكتر. هل في تفسيرات لتأثير أعمق أو على الجسم كله؟ في نظريات أحدث وأكثر تعقيداً شوية، زي مثلاً النظرية الجينية. جينيتك إزاي يعني؟ النظرية دي بتقترح إن نقص الأكسجين المؤقت والشد الميكانيكي اللي بيحصل للأنسجة تحت الكاس ممكن يكون زي إشارة للخلايا، إشارة لإيه؟ إشارة إنها تشغل أو تطفي جينات معينة، يعني تحفز تعبير الجيني لجينات مسؤولة عن عمليات زي تكوين أوعية دموية جديدة أو إنتاج عوامل نمو بتساعد على التئام الأنسجة وإصلاحها. واو، كأن الجسم بيستجيب للإصابة الصغيرة دي بعملية بناء وتجديد؟ اللي بتتضمن برضو إطلاق عوامل نمو وتحفيز جيني. التأثير ده ممكن يكون شبه اللي بيحصل مع أنواع تانية من التحفيز، زي المساج العميق أو الوغز بالإبر. يعني الموضوع مش مجرد شفط دم وخلاص؟ لا خالص، ده غير نظريات تانية بتتكلم عن دور الحجامة في تعديل المناعة immunomodulation، يعني ممكن تنظم أو تهدي رد الفعل المناعي الزايد في بعض الحالات الالتهابية. تمام. ونظرية تانية بتقول إنها بتحفز المخ على إفراز مسكنات طبيعية زي الإندورفين والإنكفالين. زي اللي بيحصل مع الرياضة؟ ممكن جدا. وطبعا في التفسير بتاع الطب الصيني التقليدي اللي بيقول إنها بتعالج ركود طاقة تشي وبتعيد التوازن للجسم. يعني في كذا تفسير محتمل وممكن يكونوا كلهم بيحصلوا بدرجات متفاوتة. غالبا هو ده الوضع، مفيش نظرية واحدة بتفسر كل حاجة لوحدها. طيب، بعيداً عن النظريات، نيجي لأرض الواقع. إيه الحالات اللي المصدر بيقول إن الحجامة دي ممكن تكون مفيدة فيها؟ المصدر بيوضح إن أقوى الأدلة العلمية المتوفرة حالياً بتدعم استخدام الحجامة لتخفيف الألم، أي نوع من الألم؟ بالذات آلام العضلات والمفاصل زي ألم أسفل الظهر، ألم الرقبة والكتف، آلام الركبة زي الخشونة، كمان الصداع بأنواعه، الصداع النصفي والعادي. يعني مشاكل الجهاز الحركي بالأساس. دي أكتر حاجة عليها دراسات كويسة، وفي كمان كلام عن فعاليتها في حالات الهربس النطاقي اللي هو الحزام الناري لتخفيف الألم المصاحب ليه. تمام، هل بتستخدم لحاجات تانية غير الألم؟ المصدر بيذكر قائمة طويلة من الاستخدامات التانية المقترحة أو التقليدية، حاجات زي المساعدة في حالات الربو، التهاب المفاصل الروماتويدي، مشاكل جلدية زي حب الشباب والإكزيما. وحاجات داخلية كمان؟ أيوة، زي المساعدة في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، بعض مشاكل الجهاز الهضمي زي القولون العصبي أو التهاب المعدة المزمن، وحتى حالات عصبية زي شلل الوجه، شلل البل، أو متلازمة النفق الرزغي. وبيقدم إمثال لكده؟ بيقدم أمثلة مختصرة لحالات اتحسنت مع استخدام الحجامة في بعض الدراسات أو التقارير. لكن مهم هنا نوضح إن مش كل الاستخدامات دي عليها نفس درجة الإثبات العلمي، صح؟ طبعاً دي نقطة مهمة جداً. المصدر نفسه بيكون واضح إن بعض الاستخدامات دي ما زالت تحت البحث، أو الأدلة عليها أولية، أو بتعتمد على ملاحظات وخبرات أكتر منها تجارب سريرية قوية. لازم نفرق بين الاستخدامات اللي فيه عليها دليل قوي والاستخدامات اللي لسه محتاجة دراسة أكتر. تمام، وده يودينا لأهم نقطة يمكن، السلامة والأمان. لو حد بيفكر يجرب الحجامة، إيه أهم المحاذير اللي لازم ياخد باله منها حسب المصدر؟ بص، دي أهم حاجة في الموضوع كله، السلامة أولاً وأخيراً. المصدر بيشدد على موانع استعمال واضحة جداً. زي إيه؟ أولاً، ممنوع تماماً تعمل حجامة على جلد مش سليم، يعني لو في جرح مفتوح، حرق، طفح جلدي، التهاب، أي أكزيما نشطة، أي إصابة في الجلد نفسه، ما ينفعش تحط الكاس عليها. أكيد. تانياً، في مناطق في الجسم ينفعش نعمل عليها حجامة خالص، زي العينين والفتحات الطبيعية للجسم، الفم، الأنف، etc. ومناطق تانية خطرة. طبعاً لازم نتجنب تماماً وضع الكاسات مباشرة فوق الأوردة الكبيرة أو الشرايين، أو فوق الأعصاب الرئيسية اللي ممكن تتأثر بالشفط، كمان فوق الغدد الليمفاوية المتورمة، أو مناطق الدوالي الوريدية الواضحة، أو أماكن معروف إن فيها جلطات دموية. والحوامل؟ الحمل يعتبر من موانع الاستعمال، خصوصاً في منطقة البطن والظهر السفلي، وكمان المرضى اللي عندهم حالات طبية خطيرة زي السرطان النشط أو الفشل الكلوي أو فشل القلب المتقدم، لازم استشارة الطبيب المعالج الأول وبحذر شديد. طيب، الناس اللي بتاخد أدوية سيولة زي الأسبرين أو الورفرين؟
دي نقطة حساسة جدا. المصدر بيأكد إن دول لازم موافقة صريحة من دكتورهم المعالج قبل ما يعملوا حجامة، وخصوصا الحجامة الرطبة، ليه؟ لأن التشريط البسيط ده ممكن يسبب نزيف أكتر من الطبيعي عندهم. غالباً بيحتاجوا يعملوا تحليل سيولة قريب INR ويتأكدوا إنه في المعدل الآمن قبل الجلسة. ما ينفعش يعملوها من نفسهم أبداً. تمام، الحذر واجب هنا. طيب لو كل الاحتياطات دي اتخذت والشخص مناسب للحجامة، هل في أعراض جانبية ممكن تحصل؟ أشهر حاجة متوقعة وعادية هي علامات الحجامة نفسها، اللي هي الكدمات أو البقع المدورة اللي بتظهر مكان الكاسات. دي طبيعية يعني؟ طبيعية جدا ومتوقعة. دي نتيجة إن الشفط بيخلي شوية دم يخرج من الشعيرات الدموية الصغيرة جدا اللي تحت الجلد ويتجمع في المكان ده، وبتروح لوحدها خلال أيام قليلة، أسبوع بالكتير. لونها بيفرق، ساعات بتبقى غامقة قوي. اللون ممكن يختلف من وردي خفيف لأحمر أو بنفسجي غامق. ده بيعتمد على قوة الشفط، مدة وضع الكاس، وحالة الدورة الدموية عند الشخص نفسه. الطب الصيني التقليدي ساعات بيفسر الألوان دي، بس علميا هي مجرد كدمة. تمام. هل ممكن يحصل حاجة أخطر من مجرد كدمات؟ وارد للأسف، لو الإجراءات ما كانتش سليمة 100%. مثلا لو الشفط كان قوي جدا أو الكاس اتساب مدة طويلة قوي، ممكن تحصل فقاعات مائية على الجلد، بليسترز زي الحرق؟ شبهها. والأخطر من ده كله هو خطر العدوى. العدوى تيجي منين؟ مش جديدة ومعقمة لكل شخص، أو لو الكاسات نفسها مش بتتعقم كويس بين كل مريض والتاني، لو هي من النوع اللي بيعاد استخدامه. يعني ممكن تتنقل أمراض؟ طبعاً، لو ما فيش التزام صارم بقواعد مكافحة العدوى، في خطر نظري لنقل أمراض بتتنقل عن طريق الدم، زي فيروسات الكبد B و C، أو حتى ال HIV. يا ساتر. عشان كده المصدر بيشدد بشكل غير عادي على أهمية التعقيم والنظافة. لازم استخدام أدوات ذات استخدام واحد كل ما أمكن، والتخلص منها بأمان. ولو الكاسات هيعاد استخدامها زي الزجاج، لازم تتعقم بطرق طبية معتمدة، ولازم تطهير الجلد كويس جدا قبل التشريط. يعني الوقاية هنا أساسية. أساسية ومفيش فيها أي تهاون. المصدر بيقول إن الأبحاث اللي بتربط مباشرة بين الحجامة وانتقال الأمراض دي قليلة أو متضاربة، لكن الخطر قائم وموجود لو حصل إهمال. فالأمان هو الأولوية القصوى. طيب في حاجة تانية ساعات بسمع عنها، موضوع الدوخة أو الإغماء ده. أيوة، دي اسمها النوبة الوعائية المبهمية vasovagal attack. ممكن تحصل لبعض الناس، مش كلهم طبعاً. وإيه سببها؟ غالباً بتكون رد فعل عصبي بسبب الخوف أو التوتر أو الألم البسيط بتاع التشريط، أو حتى منظر الدم حتى لو قليل. بتحصل أكتر في أول مرة الشخص بيعمل فيها حجامة. وأعراضها إيه؟ الشخص بيحس بدوخة مفاجأة، ضربات قلبه تبطأ، ضغطه يوطى، يعرق عرق بارد، يحس بغثيان، وممكن لو الحالة شديدة يفقد الوعي لثواني بسيطة. طب والمعالج بيتعامل معها إزاي؟ المعالج المتمرس بيبقى عارف إزاي يتجنبها قدر الإمكان. أولاً بياخد تاريخ مرضي كويس ويتأكد إن الشخص واكل ومش مرهق ومش صائم. ثانياً بيختار وضعية مريحة للمريض، والأفضل يكون نايم خصوصاً أول مرة. عشان لو دخم يقعش. بالظبط، وبيتكلم معاه وبيطمنه طول الوقت. ولو حس بأي أعراض بيوقف فوراً ويشيل الكاسات ويتعامل مع الحالة بإجراءات الإسعافات الأولية البسيطة زي رفع الرجلين وهكذا. هي غالباً بتروح بسرعة. يعني كل ده بيأكد على أهمية اختيار المعالج الكفء. دي أهم نصيحة ممكن نقولها. لازم اللي يعمل حجامة يكون شخص مؤهل، دارس كويس وعنده خبرة. ويا سلام لو في جهة رسمية بتدي تراخيص للممارسة دي في البلد، يبقى لازم تتأكد إنه مرخص. والمكان نفسه؟ المكان لازم يكون نظيف جدا، بيطبق إجراءات مكافحة العدوى بصرامة، زي ما قلنا استخدام قفازات، تعقيم أدوات وأسطح، التخلص الآمن من الأدوات الحادة والنفايات الطبية، ويكون في تواصل واضح مع المريض وياخد منه موافقة كتابية بعد ما يشرح له كل حاجة. تمام جدا. طيب آخر سؤال في الحتة دي، المعالج بيختار الأماكن اللي بيحط فيها الكاسات دي على أساس إيه؟ المصدر بيقول فيه كذا قاعدة. القاعدة الأولى والأهم هي البحث عن نقاط الألم أو التريجر بوينتس. يعني إيه؟ يعني المعالج بيضغط بإيده على المنطقة اللي المريض بيشتكي منها، وبيشوف أكتر حتت بتوجعه أو فيها زي عقد عضلية. دي بتكون أول أماكن يستهدفها بالكاسات. منطقي، عالج مكان الوجع. بالظبط. لو مفيش نقاط ألم واضحة قوي، ممكن يختار الأماكن بناء على التشريح، يعني فوق العضلة أو المفصل المصاب مباشرة. تمام. القاعدة الثالثة بقى، ودي محتاجة خبرة ومعرفة أكتر، هي استخدام نقاط الوخز بالإبر الصينية أو مسارات الطاقة اللي في الطب الصيني التقليدي. في خرائط معروفة للنقاط دي على الجسم.
دي بتحتاج دراسة متخصصة. أيوة، المصدر بيعرض بعض الخرايط دي والنقاط المشهورة لبعض الحالات. طيب، نقطة أخيرة ذكرها المصدر كانت مقارنة بين الحجامة والتبرع بالدم وحكاية الشهر القمري دي. أيوة، بالنسبة للتبرع بالدم هو بيوضح إن في فرق كبير. الغرض مختلف تماماً، واحد علاجي والتاني تطوعي لإنقاذ الحياة. والكمية؟ كمية الدم في الحجامة الرطبة قليلة جداً، زي ما قلنا 50 ملي بالكتير، لكن التبرع حوالي 450 ملي. مصدر دم كمان مختلف، الحجامة بتاخد من الشعيرات الدموية السطحية، التبرع من وريد كبير. يعني ما ينفعش نقارنهم ببعض قوي. لا، المقارنة مش دقيقة. أما بقى بالنسبة لموضوع ارتباط الحجامة الرطبة بأيام معينة في الشهر القمري، زي أيام 17 و19 و21 اللي بعض الناس بتفضلها بناء على التراث الإسلامي، إيه رأي المصدر في ده؟ المصدر بيقول إنه من الناحية العلمية البحتة مفيش دليل قاطع حالياً يثبت إن الحجامة في الأيام دي بتكون أنفع أو أفضل من أيام تانية. يعني مفيش دراسات؟ في دراسة واحدة أشار ليها كانت بتقول إن نتائج الصداع النصفي كانت أحسن شوية في النص التاني من الشهر القمري، لكن محتاجين أبحاث أكتر بكتير عشان نأكد أو ننفي الكلام ده بشكل علمي. يبقى دي لسه نقطة محتاجة بحث. بالظبط. تمام أوي. أعتقد كده لفينا لفة كويسة على أهم النقط اللي ذكرها المصدر بخصوص الحجامة. يعني شفنا إزاي هي ممارسة قديمة جدا ليها جذور في حضارات كتير، وإزاي طورت وبقى ليها أنواع وتقنيات مختلفة. أيوة، من الجافة للرطبة للتدليك وللأنواع المدمجة دي. واتكلمنا عن النظريات المختلفة اللي بتحاول تفسر هي ممكن تكون بتشتغل إزاي، من أول بوابة الألم ومناطق الانعكاس لحد التأثير على أكسيد النيتريك والجينات والمناعة. وكلها نظريات مثيرة للاهتمام صراحة. وشفنا أن الاستخدام الأساسي اللي عليه كلام كتير هو تخفيف الألم، بالذات ألم العضلات والمفاصل، مع استخدامات تانية كتير اللي لسه محتاجة بحث أكتر. تمام. وأهم حاجة أكدنا عليها مرارا وتكرارا هي السلامة وموانع الاستعمال وضرورة اختيار الممارس المؤهل والالتزام الصارم بقواعد مكافحة العدوى. دي فعلا أهم رسالة لازم توصل. الحجامة زي أي تدخل علاجي ليها فوائد محتملة، بس كمان ليها مخاطر لو ما اتعملتش صح. بالظبط. طيب، كفكرة أخيرة كده، خصوصاً مع النظريات الجديدة دي زي التأثير الجيني ومناطق الانعكاس، تفتكري إيه ممكن تكون اتجاهات البحث اللي جاية في موضوع الحجامة ده؟ سؤال حلو. أعتقد الأبحاث اللي جاية هتحاول تركز أكتر على فهم الآليات دي بشكل أعمق، على المستوى الجزيئي والخلوي. يعني هل فعلا بنشوف تغيرات محددة في التعبير الجيني؟ هل نقدر نقيس زيادة أكسيد النيتريك بشكل دقيق؟ يعني فهم أعمق لكيفية عملها. أيوة، وده ممكن يساعدنا نحدد بدقة أكتر إيه هي الحالات اللي ممكن تستفيد فعلا من الحجامة وإيه الحالات اللي لأ. وكمان إزاي ممكن ندمج الطرق التقليدية دي بعد فهمها علميا مع وسائل التشخيص والعلاج الحديثة. يعني إزاي الطب التكميلي والطب التقليدي ممكن يشتغلوا سوا بأمان وفعالية لصالح المريض. دي أسئلة مهمة للمستقبل فعلا. إزاي نوزن بين التراث والخبرة وبين الدليل العلمي الحديث؟ بالظبط كده. الموضوع لسه فيه كتير محتاج يتفهم ويتدرس